أنا الشخص المجهول. أنا الشخص المجهول اللي بتلكاني بالعرس وبالمظاهرة وبالجنازة وبكل مطرح وما حدا بيعرفني. أنا الشخص المأهول بكل دوافع الفساد والخراب والفتنة. أنا بطل القهوة اللي على راس الشارع اللي بتلكاني قاعد دائما فيها بلا مناسبة ولا داعي. الكل بيمرق وأنا براقب من مطرحي نفس السيناريو، لقياي بالضبط بنفس الابتسامة تاعت وداعي. طول الوقت أنا عايش على نفس المعدل، محترم من برا ومن جوا مبهدل، عايش دور الروح اللي ممكن تحيي الصنم. طابور المدرسة كنت أصف أول واحد وأحيي العلم، وأول واحد أوكل كتلي بالنيابة عن الولد اللي انظلم، وأول واحد أوقف بوجه البجم، وأول واحد رافض مبدأ إننا غنم. وبالجامعة كنت أقعد بآخر كرسي بالاحتفال وأنا اللي كاتب نص الخطابات، أخلي المنصة لأصحابها وأرجع ورا وأتفرج على الحياة. تستهويني الفرجة، تستهويني الفرجة. حتى البنت اللي حبيتها خليتها تتجوز حدا ثاني علشان أشوف كيف ممكن حدا ثاني ياخذ مكاني. البنت اللي حبيتها أصلا كانت مشروع فرجي، قصة ما لهاش أول من آخر، على كدي وخرجي. مشروع حدا من يومه بده ومش غادر، مشروع حدا مستعجل بكل شي ويا الله شو صابر، حدا بريء جدا، حدا ماكر، حدا مؤمن، حدا كافر، حدا معلق حلم بإطار معلق على حيط صار 1000 مرة متصادر. البنت اللي حبيتها وكأني ما حبيتهاش كانت الوقت الوحيد بحياتي اللي مركت بلاش، هزيمة وموشومة على ظهري، بس تدري كانت عن جد بنت غير عن كل البنات. لو شو ما أوصفها بوفيهاش الحق اللي إلها. أول ابتسامة كانت إلها، أول قصيدة كانت مكتوبة إلها، حتى أسألها كانت كل الأحلام بأولها. أول حضن مسكون بالوجل، أول ضحكة مرسومة بخجل، أول دفتر مخبى بكاع الجارور مخصص للغزل، أول مرة على صوت أنغام الراديو يعلى بزيادة في الركن البعيد الهادي وأغنية شنطة سفر، أول نظارة اشتريتها بحياتي، أول ساعة، أول عطر، أول مرة تصحى الظهر، أول مشروع مخطط بغباوة وهبل، وأول أمل. كانت أكثر من إنه الناس تشوف فيها مجرد بنت، كانت أكثر من إنه الناس تشوف فيها مجرد بنت. أنا هسه تذكرت لحظة ما سلمتها أول رسالة وكانت نص قصة ونص كذبة، ضحك بلعبة. أنا متذكر ريحة الزيت، أثاث البيت، لون الفرشة، أنا لسه متذكر كل شي. لون الغرفة دهان مقشر عامل زي منظر بالصدفة، شكل بومي أو راس أسد. لون المكتب القديم اللي مش طايلها وبرضه مصر إني مش ولد. يوم الخميس والفيلم العربي، كانت أيام ما كنت أحاول أستبدل لعب بكتبي وأزعل لما يسموني صبي. كان أستاذ الفيزياء هادي على الآخر، أنا ما كنتش هالكد شاطر. الكف الأول بالإعدادي كان الحد الفاصل بين إنه أكره أو أحب بلادي، كان الحد الفاصل بين إنه تكون أنت أو مش أنت، الولد اللي ضاب بكل غباوته بشنتي. كان الفرق بين إنه تطلع عالم فلك أو إنه تكون معلم عربي أو إنه تقضي العمر محاصر بالصوت اللي غافل عمرك وهي الدندن داخل إيه يا صبي. أول مشهد للوحدة، أول مشهد للوحدة قصة باص تبدأ برقم مكتوب على الكرسي بحبر أحمر أو قلم رصاص، تمرق عليك شوية قصص، سميها مرة خيبات، مرة تجارب، مرة فرص. واوعى تكون الأشطر. بنفس الحبر الأحمر كتبت أول قصيدة للبنت اللي راحت لمليون جهنم. الله أعلم انت هبل ولا طرم يا أخي. معقول بتفهم كلام يمرق على ذانك ويعلم منه كلام كلبك وكأنه رصاص؟ نفس الفكرة وكرسي الباص. يا أخي ما قدرتش روح الجهنم. مشهد جنازة بالتلفزيون، مين يروح ومين يكون، مين العاكل،
مين المجنون؟ مشهد بوسة في المبيض واسود، مساحة الحزن بتتمدد، مشهد ناس بترمي حجار، مشهد ناس بتستشهد. خليك هون يا مجنون، يلا ابعد. في بالمشهد أكثر من 1,000,000 تحول. بالبلد في جيش بيمنع بالتجول. أول طلقة معناها إنذار، مسيل، حجار، عجال، نار، كرسي الباص، ومليون سؤال، ونفس الكلام ونفس الهم. ظلك صافن يا أخي، تخيب روح مطم. شد حيلك. قديش الأجرة؟ إمك هي إمك بالفطرة، ولاد جيلك. ليش صافن؟ أكيد تتصلح بكرة. ضب إيدك. وين السهرة؟ روح هسه ما تسيدك. كل الفكرة إنك كاين تكره إنه حدا يكون سيدك، وكل مرة نفس العبرة، إنه كل اللي صاير من إيدك. وكيف كبرت؟ كيف كبرت وانت لهسه مش حاسس؟ الذكريات خضار على غير وقته، جاي على الكلب اليابس. بعدك مش يائس؟ سامع تعب بصوت نفسك، وانت شو خصك؟ دخن دخن. هيك فشلت بالشعر والغنى. اكيد انا مش انت وانت مش انا. شيب مين اللي بدا بشعرك؟ ظلك تخوث واضحك. ظلك تخوث واضحك. وانت مالك؟ هو حدا قال لك تدفع من عمرك؟ تتذكرش اكثر، الجاي احلى. وهيك اصلا كان الوعد اللي باول عمرك. صبرك صبرك، وعد مفبرك. الوعد اصلا كان من قصة شبابيكها مفتوحة على الريح. انا كنت من الاول واضح وصريح، ومش طالب غير تعريف عن المجهول. من جهتي ملاك ومن جهتك غول. خلي حدا غيري يقول، خلينا اصحاب احسن. انا مش فاهم اشي اصلا، ومش طالب غير ذكرى قديمة جدا تخليني احس اني احسن، تخليني أعرف أكتب وأعرف أكذب، وتخليني أبطل أحزن.